ما نكدبش عليكم يا البنات، سي بوعزة البقال اللي مقابل مع داري، هذاك اللي كتشوفوه ديما رزين وداخل سوق راسو، ما عرفتش كيفاش وقع حتى لقيت راسي كنقول ليه عافاك سمح لي يا سي بوعزة، راه ما نقدرش نجي عندك دابا، بغيتك تجيب لي شي شكاره ديال الطحين لوسط الدار. وانا يا البنات ما نكدبش عليكم، كنت لابسه واحد الكيتمه لاصقه على اللحم كتفصل الخبايا والظواهر. جابها مسكين وهو كينهج وقلت ليه زيد كمل خيرك ودخلها للكوزينه. غير دخل وانا نبلع الباب ديال الدار بالساروت، ايه سديت الباب وخليت الريح برا. وما نعاودش لكم داكشي اللي درتو معاه، محال تصدقوه وما يجيكم حتى في الاحلام ديالكم. وقبل ما نبداو نصيحة من أختكم، ديروا السماعات الكيت ضروري، حيت اللي جاي صعيب بزاف ومحرج وفيه جرأة ما يسمعها غير اللي عنده القلب ديال الحديد، وخصوصا إلا كنتوا جالسين مع الناس ولا العائلة. أكبر صدمة وقعت في حياتي وحياة بوعزة هي اللي غتسمعوها دابا. واش بغيتوا تعرفوا شنو وقع بالضبط وباش تقلب الفيلم؟ ايوا ديروا جيم وابونيو في قناة قصة امل وبارتاجيو هذا الفيديو مع صحاباتكم الحادقات. ودابا غنعاود لكم كل شيء من طقطق للسلام عليكم، بلا زواق بلا مكياج وبلا روتوش. سمعوا لاله سعاد شنو دارت، وفي الاخير بغيت نعرف الراي ديالكم في هذا الشيء كامل. بدات الحكايه ديالي نهار خرجت فيه الشمس كترقص فوق السطوحه، وانا لابسه ديك الكيطمه اللي كانت مفصله على الذات بحال الا مخيطه فوق اللحم. كيطمه كترسم الخرائط ديال الزين والهمه وكتخلي العين تخرج من بلاصتها بلا هواها. حليت الباب والريح كيصوت بارد، ولكن سخونيه كانت شاعله في الجناب منين شفت سي بوعزة مول الحانوت مسمر في بلاصتو بحال الصنم، كيشوف وعينيه مبرققين، ما قدر يحيد الشوفه، ما قدر ينطق بكلمه. وانا تما عاد فقت من الغفله وعرفت راسي راني خرجت بشي حاجه اللي غتخلي العقل يطير والقلب يحير. كانت الزنقه عامره بالبشر، شي غادي وشي جاي، والمرايه ديالي هي شوفات بوعزة اللي كان كيبلع فريقه بحال الا كيشوف شي كنز من كنوز الارض خرج ليه في نص النهار. قلت ليه بصوت مرخم ومصبوغ بالحياء عافاك السي بوعزة، جيب لي معاك شي شكاره ديال الطحين، راه الدار خاويه وانا واقفه غير في الباب. الباب كان مردود غير شويه كيبين ما يتستر ويخلي الخيال يسرح في اللي بعيد. بوعزة مسكين ما كدب خبار، طار من الحانوت وجاب الشكاره فوق كتافه ونهيجو كيتسمع من راس الدرب. منين وصل لعندي قلت ليه جيتي غير كمل خيرك وحطها ليا في الكوزينه الله يرحم الوالدين. دخلت انا قدامه بديك المشيه اللي كتميل فيها الروح قبل الجسد، وهو تابعني مورايا وكنحس بانفاسه الحاره كتقيس في ظهري وريوغو طايحين على داك الخير اللي عطاني سيدي ربي. الكوزينه كانت مضيقه والوقت كانت مناسده باش نلعب بذكائي ونرمي السبيب في الصناره. تعمدت ندوز من حداه والزحام خلى المعلم ديالو يتقاس بلا قسط مني، ولكن بقسط من القدر اللي بغيت نرسمه. لمسه خفيفه خلات بوعزة يتلزل كي الارض منين كيضربها الرعد. حط الشكاره فوق الكونطوار ويديه كيرعدو وعينيه هاجين كيشوفوا في القنفود اللي كان مطراسي تحت القيطمه بحال شي جبل ديال الثلج اللي غادي يدوب بالصهد. سالني بصوت كيرعد واش باقي خاصك شي حاجه اخرى لاله سعاد؟ وانا غير ابتسمت ديك الابتسامه اللي كتدخل العظم وبديت كنسوس ليه الطاقيه ديالو من غبره الطحين وكان مسح ليه فوق كتافو بدلال. قلت ليه لهلا يخطيك عليا السي بوعزة، انت هو مول الدار. وهو مسكين بقى مبهوت كيشوف في الزين المخطط تحت الثوب المزير، والشهوه والدهشه تخلطوا في عينيه حتى نسالاسو فين كاين. قلت ليه دابا سير وخليني نقضي شغالي، وسديت الباب وخليت قلبه كيدق داخل صدره بحال المهراز. سخلت الماء وبديت كنفرك في العجينه بيديا والبال ديالي كيرسم الخطوه الجايه. غطيت العجينه تخمر وبديت كنغسل المواعن الفطور والضحكه مرسومه على وجهي حيت عارفه بوعزة ما غيدوش عليه النهار بلا ما يرجع. وفعلا ما كملتش المواعن حتى سمعت الدقان المعلوم. حليت الباب لقيت بوعزة واقف وفي يديه ميكا عامره بالحم الراس ووجهه كيبري بالعرق. شفت فيه وقلت لي بضحكه ياك لاباس السي بوعزة، واش وليتي جزار ولا شنو؟ قال لي والكلمه كتخرج بالزز اليوم الجمعه وشهاني قلبي في الكسكسو من يديك على لات العيالات. شفت فيه وفي الميكا وقلت ليه اللحم موجود ولكن الكسكسو السي بوعزة كيبغي قوامو، خصو الخضره واللبن والديسير وماشي غير اللحم. وهو عينيه مخشيه في التفاصيل ديال الكيطمه اللي باقي ما بغيت نبدلها حيت عرفتها هي السلاح ديالي. قلت ليه الا كنتي باغي الكسكسو بصح جري جيب اللي باقي كيتسناك، وسديت الباب في وجهه وخليت الحيره تاكلو.
مشيت نقرص العجينة اللي كانت غتفيض من القصرية وقسمتها الخبيزات وغطيتها بمانطة قديمة باش تخمر دغيا. وبديت نوجد في البرمة ونقي الخضرة اللي كانت عندي في الدار حتى سمعت الدقان عاوتاني. كان بوعزة جايب كل شي بزايد. دخلته يجلس في الكولوار وبديت نقلب الميكات وتعمدت نخرج فيه شي أغلاط باش نخليه يمشي ويجي ويمرمد رجليه. بغيتو يعرف بأن الطريق اللي عندي ماشي سهلة وبأن الدلال كيبغي الصبر. خرج مسكين كيجري باش يجيب اللي ناقص وانا كنضحك في خاطري وكنقول يا بوعزة راك تحتي في الشبكة وما غيخرجك منها غير العقد. منين رجع وجاب كل شي بغا يتبعني للكوزينة ولكن حبسته وقلت ليه فين غادي والحانوت شكون مقابلها. قال لي يا راني خليت المتعلم تما والرزق كيجيبو الله. طلب الماء يشرب حيت حلقه نشف من الجري وعطيته يشرب وتكا فوق الكرسي بحال شي واحد سخفان ميت. دار فيها تمثيلية بأنه عيان باش يشوف واش غنحن فيه ولكن أنا درت راسي ما فاهمة والو وخليته في حالته. نصبت الكسكسو وشعلت الفران وبدات الكوزينة تسخن والريحة كتعطي. بوعزة ناض وقرب مني حتى ولات ريحته في ريحتي وحاول يقيس من صاصتي بيدو وانا تما زولت صندالة وبديت نعطيه للقرفدة بالضحك وعطيته بونية للصدر وهو كيضحك ويقول الدقة ديال الصدر محبة وخا تكون بالرزامة. وعينيه باقين محلولين كيتأملوا في التضاريس اللي مرسومة تحت القيطمة. وفي الأخير منين أذن الأذان قلت له سير صلي وغادي يفتح الله. خرج وهو طامع يرجع ياكل القصرية معايا ولكن أنا وجدت القصرية وخرجتها للمتعلم ديالو في الحانوت باش تكون قدام بوعزة منين يخرج من الجامع. وطلعت للسطح نحضي الفيلم كيفاش غيسالي. شفتو جاي قاصد داري نيشان بحال السبع ولكن المتعلم عيط له زيد السي بوعزة. لالا سعاد جابت الغدا. تما وجهه تبدل وتلون بجميع الألوان وعرفت باللي قالب جاز عليه. جلس ياكل وهو كيشوف لجهتي وكيسرط في القيمات بالحرقة. وأنا نزلت للدوش غسلت ريحة الطياب ولبست حوايج كلاص وخرجت نضرب الدورة. شفتو كيشوف فيا وعطيته إشارة يتبعني. وقفت بعيد على الدرب وهو جاي عندي طاير والدم طالع عليه للراس. سألني بمرارة واش هادوك فعايلك لالا سعاد؟ قلت له بكل برود واش وعدتك بشي حاجة وما وفيتش بها؟ قال لي يا والكسكسو. قلت له واش لقيتيه بارد ولا ما عجبكش؟ سكت بوعزة حيد الكسكسو كان بنين وما لقى ما يقول. ومن تما بدات الرحلة للطاكسي وللقيصرية باش تبدا المرحلة الثانية من ترويض الأسد اللي باغي الحلاوة بلا تمن. سي بوعزة مسكين ما لقى ما يقول حيت الكسكسو اللي داقو من يديا كان سحر ماشي غير طعام. ولقى راسو بين نارين، نار الجوع اللي شبع ونار الشوق اللي شعلت فيه العافية وخلاته غايب على الوجود. ركبنا في الطاكسي والجو كان مشحون بالسكوت اللي كيسبق العاصفة وأنا دايرة راسي كنشوف من الشرجم وكنرسم في خيالي كيفاش غنسوس ليه الجيوب ونخليه يدور بحال المش في الكوزينة. دخلنا للحوانيت والبيع والشراء بدا وأنا كنختار غير الحاجة اللي عليها العين. واش منك يسراو المزيرين كيبينوا الفصالة واش منك يتكاشط ديال الحرير وقفاطن مطرزة بالسقلي الصافي والبيجامات ديال الشتاء اللي كتدفي العدم وديال الصيف اللي كتخلي اللحم يبرد والسوتيانات والملابس الداخلية اللي كتخلي العقل يطير. وبوعزة كان كيخلص بلا ما يرمش ليه جفن وبلا ما يناقش الثمن حيت كان كيشوف فيا كنز كفس من الذهب اللي غادي يشريه. عمرنا صاك كبير حتى تقال على اليدين وشفت فيه بابتسامة قتالة وقلت ليه ويديات يا سي بوعزة غيبقاو هكذا خاويين؟ هو تنهد تنهيدة خرجت من قاع الجوف وداكشي باين على وجهه باللي الميزانية بدات كتصفر ولكن الشهوة كانت عمات ليه البصيرة. مشينا عند هيبي واختاريت جوج دمالج ديال الشمس والقمر كيبرقوا كيخطفوا العين وخلصهم وهو كيقول انا هنا باش نتهلا فيك يا لالا سعاد وناخد ليك اللي تمنات خاطرك. رجعنا للضاع وانا غاديه في الطريق وكنخمم في القالب الجاي حيت بوعزة كان كيتسنى الحلاوه اللي وعدته بها بطريقه غير مباشره وانا كنت عارفه باللي هاد الليله ما غتكونش كيف بغاها هو. دخلنا للدار وقلت ليه ارتاح في الصالة والدار دارك ومشيت للكوزينة بالزربة. خديت واحد الباربة كانت خماجت ليا في الشبكة وحكيتها مزيان وخلطتها مع شي حوايج عندي حتى ولات بحال الدم الحقيقي ودهنت بها الفوطة ديالي ولبستها ودرت راسي راني في حالة لا يرثى لها.
وفوق هادشي مشيت للطواليت ودرت واحد الفيلم قصير، خليت الفوطه الموسخه معلقه في الباب من الداخل، وعارفه بوعزه فضولي ومزير وغادي يدخل يقضي حاجته تماك وغادي يشوفها بعينيه باش تبرد ليه العافيه اللي شاعله فيه. مشيت وجدت اتاي من نعناع وحطيت حلوه المخبزه وجلست حداه ببرود وقلت ليه تفضل السي بوعزه شرب اتاي. وهو ناض بالزربه وقال بغيت نمشي للمرحاض. قلت ليه ها هو قدامك، ودخل وسد عليه الباب. وانا بقيت كنضحك في خاطري وكنقول دابا تشم ريحه الخطه يا بوعزه. شويه خرج ووجهه فيه غبشه ما تبغيهاش لعدوك، وجلس كينفخ ويبرد في راسو. سالته بدلال مالك السي بوعزه مقلق شنو كاين؟ شاف فيا بواحد الشوفه ديال القنط وقال واش بصح عليك الدم؟ درت راسي حشمانه وهبطت عينيا للارض وقلت ليه ايوا شكون قالها ليك وكيفاش عرفتيها؟ قال لي كلشي باين والريحه في الطواليت عطاتني الخبر. تما عرفت باللي السهم ديالي وصل للقلب والخطه نجحات 100%. وزدت كملت عليه وقلت ليه يا سي بوعزه انا كنخاف نبات بوحدي وكنبقى فايقه الليل كله وما كرهتش تبات معايا كل ليله باش يونسني صوتك. وكنت عارفة باللي هاد الهضرة غتزيد تمرمدو حيت غيبات حدا الزين وما يقدر يقيسو حيت القوادس مهرسين وعقلو غيطير ليه. بوعزة بقى تيبرقق عينيه واللون كيهرب من وجهه وبقى صابر حتى لواحد اللحظة ناض كيجري عاوتاني المرحاض ونسى ما سدش الباب من موراه. وانا مشيت حفيانة كانت سلت بلا حس وشفت داكشي اللي عنده وعرفت باللي السيد راه مهلوك وطامع فيا طمعة كبيرة. ورجعت لبلاصتي بلا ما يعيق. منين رجع وجلس شفت فيه وقلت ليه كل حلوة ونسى الهم. وهو جاوبني بحرقة واش ما عندكش السم بغيت نشربه ونرتاح. ضحكت وقلت ليه يموت عدوك ابو عزة مالك على هاد الغضب كل شي غيفوت والايام باقية قدامنا. انا كنت عارفه باللي خاصني نزيد نمرمضو حيت الراجل الا بغيتي تحكميه خاصك ترديه بحال العجينه في يديك وتخليه يطمع ويخاف في نفس الوقت. ومن تما بديت نغير المعامله وكنبين ليه باللي انا محتاجه ليه ولكن الظروف الصحيه حابساني. وبو عزه مسكين بقى متعلق بين السما والارض كيتسنى فوقاش يغمس اللقمه اللي شرى ليها الذهب والحوايج. وبيني وبينكم حتى انا كنت باغيه ولكن العز والكرامه وباش نحصل على اللي بغيت كان خاصني نلعب هاد اللعبه حتى الاخير. وبقيت كنبرد فيه ونقول ليه باللي الدار بلا بيه بارده وباللي هو اللي غيسخنها في الجاي من الايام. وفي الاخير منين بغى يمشي قلت ليه غتبات معايا. قال لي بصوت مخنوق نخليوها المره اخرى دابا خاصني نمشي نسد الحانوت ونرتاح في داري. تما عرفت باللي بوعزة ولا خاتم في صبعي وغادي يرجع لعندي وهو كيرغب وكيزاوق غير باش يرضيني. السي بوعزة خرج من عندي وهو كيجر رجليه وصورة الفوطة والباربة باقية مطبوعة في خياله بحال شي كابوس. وانا بقيت في داري كنضحك وكنفكر في المرحلة الجاية حيت عارفة باللي السيمانة الجاية غتكون هي الفيصل. دازت واحد السيمانة وبوعزة كيدور بيا بحال النحل على العسل. كل صباح كيسول واش باقا الحالة وانا نجاوبو بتمسكين باقي السي بوعزة راه هاد المرة جاتني صعيبة. حتى لواحد النهار قررت ندير فيه واحد البلان اللي يخليه يدوخ وما يعرف راسو من رجليه. قلبت في الحوايج القدام ديال جداتي الله يرحمها وجبت واحد الجلابه واكله الدق وواحد الزيف دبال فيه اللون ودرتهم في قاع الصاك. وعيطت لبوعزة قلت ليه السي بوعزة بغيتك تديني للحمام راه بغيت نسخن عظامي ونحيد هاد النحس. هو مسكين طار من الفرحة وقال انا اللي نوصل لالاتي العيالات. مشينا للطريق وهو غادي بيا في الطاكسي كيحلم فوقاش نخرج ريحتي بالورد والقرنفل باش يغمس اللقمة اللي طال انتظارها. وصلنا قدام الحمام وقال لي انا غنتسناك في هاد القهوة اللي مقابلة مع الباب ما نتحركش منها حتى تخرجي. دخلت للحمام ودرت واحد التحميمه فاعله تاركه حكيت الوسخ ديال السيمانه وطلقت عظامي والطيابه تبارك الله عليها فركاتني حتى وليت كنشعل بالبيوضه. ولكن منين جيت نلبس حوايجي جبت حوايج جداتي لبست ديك الجلابه القديمه اللي كتغطي الساس والراس ولويت الزيف على وجهي بطريقه تخلي حتى واحد ما يعرفني واش انا هي انا. والصاك الكبير خويتو ودرت حوايجي في جوج خناشي صغار وخشيت الصاك الكبير بيناتهم باش يولي المنظر كيشبه لشي مرا شارفه خارجه من الحمام ومتقله بالصابون والماء.
خرجت من الباب وبوعزة كان مسمر في القهوة، عينيه كينقزو بحال المشاش كيشوفو في أي وحدة خارجة لابسة جلابة كلاس ولا كتبان فيها ريحة الشباب. أنا دزت من قدامو نيشان وقست فيه بكتفي وزدت، وما عرفنيش، شاف فيا شوفة ديال زيد يا هاد الشارفة من قدامنا، وزاد شعل كارو كيتسنى في سعاد. بدلت الطريق ومشيت من زنقة أخرى خاوية ورجعت لداري. درت التليفون في وضع الطيران باش ما يصونيش عليا، وخليت بوعزة مسكين كيحضي في الباب. بقى تما حتى قربات العشاء، ومول القهوه بدا كيجمع الكراسه ويقول ليه ياك لاباس الشريف شكون كتسنى. وبوعزة مسكين بقى كيشوف في باب الحمام حتى عيا، وبان ليه الحمام خوا والناس كلهم خرجوا. في الصباح الاخر خرجت للسوق نجيب النعناع، وبان لي بوعزة وجهه صفر ومخطوف. تبعني وهو كيرعد وقال فين غبرتي يا لاله سعاد، راه بقيت كنتسنى حتى جمدت في بلاصتي. درت راسي مقلقه ومنفوخه وقلت ليه حشومة عليك سي بوعزة، خليتيني في الحمام ومشيتي وخليتيني بلا ريال بلا جوج. لو كان ما لقيت واحد السيدة بنت الناس ركباتني في طوموبيل تاع حتى للدار لو كان بقيت تما. بوعزة بدا كيحلف بجميع الايمان، والله العظيم ما لاله سعاد حتى بقيت جالس تما حتى خوا الحمام. كاع البنات والعيالات اللي خرجوا شفتهم وما بنتيش ليا. واش سرطاتك الارض؟ شفت فيه بشوفه ديال اللوم وقلت ليه انا اللي غسلت وقاديت على قبلك باش نبرعك ونخليك ما تشوف حتى وحده من غيري، حيت عارفاك مزوج وعندك وليدات، ولكن انت ما صدقتيش. بقى كيزاوق ويرغب وقال انا عييت كنهز في عيني في الطريق وما بانت ليا حتى وحده كتشبه ليك. قلت ليه صافي دابا اللي وقع، التليفون بيناتنا واليوم العشاء عندي باش نصحوا الغلط. انا كنت عارفه باللي خاصني نجمع الشبكه دابا، الراجل ولا بحال العجين في يدي وما بقاش يقدر يصبر كتر. وجدت العشاء وقاديت الحاله ولبست احسن ما عندي، وفي الليل منين جا وبان ليه الزين والريحه طيبه نسى كاع التمرميد اللي دوزت عليه. تعشينا وبانت لي الفرحه في عينيه، ولكن تما وقفت وقلت ليه دابا غندخلوا في المعقول. انا مرا بغيت الستر وبغيت الحلال، وانت سي بوعزة راجل وعارف القيمه ديالي، شنو ناوي دير؟ بوعزة سكت وشاف فيا وقال انا مستعد نتزوج بيك بالشرع والقانون. قلت ليه حتى انا هادشي اللي بغيت، داري عندي وما عندي صداع، والناس خاصهم يعرفوا باللي حنا مزوجين باش ما يبقى حتى واحد يحل فمه. بوعزة ما كدب خبار، الغد ليه جاب الشهود والعدول وتكاتبنا في الدار وسلمني توصيل نتاع عقد الزواج، وعرفت راسي باللي وليت لاله سعاد بصح. ودرنا حفله على قد الحال حضرات فيها حتى مراته الاولى اللي صدقات مراه اصيله ودكاليه حره، وفرحات بيا وقالت لي اهلا بك في العائله. وعطيت بوعزة الدوبل ديال السوارت وقلت ليه هادي دارك قبل ما تكون داري. ومن هنا سالت الحكايه بزواج مستور وحياه كريمه. وبقيت كنسول راسي واش كنت قاصحه معاه في الاول ولا هذيك هي الطريق باش تحمي المراه راسها من طمع الرجال وتجيب حقها بالذكاء والحيله اللي عطى الله للنساء باش يعيشوا بكرامتهم. برافو عليك السي بوعزة، اللي دار راسو في النخاله كينقبوه الدجاج. وانا كنت عارفه باللي الدقه اللي غتجي من بعد هي اللي غتخلي الجره ديالنا تمشي مقاده بلا عويجاج. الحكايه ما سالاتش تما، بل يلاه بدات فاش السي بوعزة دخل لداري كزوج شرعي، راسو مرفوع وعيه كيشوفوا فيا بواحد الهيبه ما كانش فيه نهار كان كيدخل ممرمض بالغبره ديال الطحين. العقد اللي تسلمته بين يدي كان هو السلاح ديالي ضد الزمان وضد القيل والقال. وداك العشاء اللي درنا واخا كان خفيف وديال الدراوش كان فيه واحد السر غريب. شفت فيه مراته الاولى الحاجه الدكاليه اللي جات لابسه قفطانها ومتحزمه بحزام الهمه والشان، دخلات لداري والابتسامه ما فرقتش وجهها، وقالت لي بواحد الصوت فيه رنه ديال الحكمه يا لاله سعاد الراجل بحال الطير، الا لقى العش دافي كيرجع ليه، وإلا لقى المنقار قاصح كيهرب للغابه. وانا شفت فيك السر والرزانه. في ديك اللحظه حسيت باللي الصبر اللي صبرت والتمرميد اللي مرمدته لبوعزة ما مشاش هباء منثورا. بوعزة من جهته ولا كيدخل لداري وهو كيحس بالراحه. عطيته السوارت وقلت ليه هادي دارك والكلمه كلمتك، ومن تما تبدل النظام. ما بقيتش ديك المراه اللي كتجري وتخبي، وليت لاله الدار اللي كتحترم راجلها وكتقدر الشيبه اللي في لحيته. ولينا كنعيشوا في التبات والنبات. بوعزة قاد الامور بيني
بيني وبين دارو الاولى، ومرات بوعزة ولات كتجي عندي وكنمشي عندها، والدراري ولادو ولاو بحال ولادي، حيت الخير كيجيب الخير والنية الصافية هي اللي كتغلب في الاخر. ولكن واش فعلا انا كنت قاصحة؟ واش بوعزة كان يستاهل داك الفيلم ديال الباربة وحيلة الحمام؟ فاش كنرجع بالذاكرة الوراء كنقول مع راسي باللي المراه في هاد الزمان الا ما كانتش حاكمة وذكية غادي تولي غير ضحية. بوعزة لو كان عطيتو داكشي اللي بغا من النهار الاول بلا عقد وبلا شرع، لو كان رماني فاش يبرد غدايدو، ولكن فاش خليتو يذوق المرار عرف قيمة العسل اللي داقو من بعد. دابا راني كنعيش مستورة، ما كنخاف من دقال الباب ولا من شوفات الجيران. بوعزة ولا كيجيب ليا التقدية وهو فرحان، ما بقاش غير مول الحانوت اللي كيبقاو ريوق وطايحين، ولا السند والظهر. وقصتي هادي بغيتها تكون عبرة لكل مرأة باغا الستر، باللي الحيلة ماشي ديما شر، بعض المرات الحيلة هي اللي كتحمي العاض وتجيب الحق. وانا كنشوف في عينيكم واش بصح سعاد طماعة ولا غير مرأة ذكية عرفت تخرج راسها من الواد بلا ما تفزك حوايجها؟ الجواب خليته ليكم في الكومونتيرات، ودعيو معايا بالسر والبركة في هاد الزواج، والله يحفظكم ويحفظ معز عليكم خوتي خواتاتي. أنا سعاد اللي قدامكم اليوم، ماشي ملاك بجناوح وماشي شيطانة غدارة، أنا غير مرا من اللحم ودم، قلبها دق للستر وعقلها خدم للحلال. بغيت نعيش حياتي بكرامتي، بعيد على الدل وغدرة بنادم اللي ما كترحم. واش اللي درتو مع السي بوعزة كان طمع ولا كان ذكاء وفطانة؟ ربما نكون غامرت وقربت من عافية كان ممكن تحرقني، ولكن الوحدة يا خوتي واعرة، كتقتل الروح قبل ما تقتل الجسد. واللي فايته جربات شي حاجة بحال قصتي واللي داز عليا قبل ما نتزوج بالسي بوعزة غادي تحس بيا وتفهم هضرتي. وانا ما جيتش نزوق لكم الهضرة ولا نبيع لكم الاوهام، ولا جيت نعاود قصتي باش تشفقوا عليا وتقولوا مسكينة بقات فينا. لا وألف لا، أنا جيت نحط تجربتي بين يديكم. لكل بنت فاتها قطار الزواج، لكل مطلقة كتحس بالضيم، ولكل أرملة سد عليها الزمان بيبانو. كنقول لكم ما تبيعيش راسك والشرف ديالك بالرخيص، وما تخليش سيرتك تولي فاكهة في الفم اللي يسوى واللي ما يسواش. كل وحدة فينا محتاجة لراجل يقدرها ويصونها، ماشي الواحد يستغلها بحال شي لعبة ويومين ويلوحها. كوني فايقة وحادقة، وصلي لهدفك بالعقل والرزانة. اللي بغاك بصح غادي يبغيك لذاتك ويحطك تاج فوق الراس، ماشي جفاف شرف الله قدركم يمسح فيه صباطو وفي الاخر يلوحوا في زبل التاريخ. الا لقيتي اللي مستعد يخليك ملكه في دارك ما تسديش الباب في وجهه، عطيه الاشاره بذكاء وخلي الكره في ملعبه، وكوني لاله ومولاتي اللي كتعرف تخرج من الواد بلا ما تفزك حوايجها. والخلاصة من هاد الشي كامل منين بدات الحكاية بمجرد كيطمع مزيرة وشوفها في باب الحانوت، وسالت بعقد زواج شرعي وصداقة مع الزوجة الأولى. سعاد استعملت دهاء النساء من حيلة الطحين والحم الراس وقالب الباربة وصولا لجلابة الجدة في الحمام، ماشي باش تآدي بوعزة ولكن باش تختبر كرمو وصبرو، وباش تعلمو باللي اللحم المر ما كيتكالش بلا تمن. قدرات بسياستها ترد مول الحانوت من راجل كيطمع في الحلاوة لزوج كيقدر العشرة، وقدرات تضمن لنفسها دار مستورة وحياة كريمة وسط عائلة كبيرة، مبرهنة باللي المرأة المغربية بذكائها تقدر تبني عشها من الشوك وتردو حرير. ودابا خوتي خواتاتي قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو خليو ليا واحد جيم كبير واشتركوا في قناة قصة أمل وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد، وبارتاجيو القصة مع الناس الزوينة اللي كتعرفوا. تشجيعكم هو اللي كيخليني نزيد نقلب لكم على حكايات من قلب الواقع، قصص فيها العبرة والأمل. وبلا بكم هاد القناة ما كايناش. موعدنا كيتجدد في فيديو جاي وقصة جديدة، وإلى ذلك الحين خليت لكم الراحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.